والآن في رسائل قصيرة من الشباب التنسيقية معنا الزميل أحمد عبد الرب من حزب الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم الشعب المصري العظيم وباسم الثورة العظيمة، من داخل جماعة إخوان المسلمين أو من خارجها، من داخل جبهة الإنقاذ أو من خارجها، من داخل أي تيار سياسي مصري أو من خارجه، أي مكان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط أي رئيس. طول ما الدم المصري رخيص يسقط أي رئيس. ثورة 25 يناير خرجت بالملايين، وكنا عارفين إن إحنا بنواجه مئات الآلاف من الأمن المركزي وبلطجية وعشرات آلاف من بلطجية نظام مبارك. ما كناش بنخاف، وده اليوم اللي الشعب المصري كسر حاجز الخوف فيه. بنؤكد على حاجتين، الحاجة الأولى هي سلمية ثورة يناير المستمرة حتى تحقيق أهدافها. إن إحنا ما بنخافش أي نظام مهما ملك من أدوات قمع الثورة السلمية التي تخرج من أجل إسقاطه طالما أنه فقد شرعيته. الدكتور محمد مرسي فقد شرعيته الدستورية عندما في إعلان دستوري لا يجوز لأي جهة قضائية إصدار الحكم فيه. نقط. هذا معناه أن رئيس السلطة التنفيذية يجور على السلطة القضائية ويمنعها من القيام بدورها الدستوري والتشريع والقانون. فقد شرعيته الجنائية والأخلاقية والسياسية لسقوط أكثر من 200 شهيد في السنة اللي قضاها في رئاسة مصر، سواء جماعته وأهله وعشيرته. شباب مصر بيطرح بدائل واضحة لتولي السلطة بعد الدكتور مرسي. الذين يستطيعون إدارتها على سبيل لدينا الدكتور محمد غنيم وهو من أكثر الناجحين في الإدارة في مصر، ولدينا الدكتور محمد الذي استطاع أن يحل في القرن الحديث، وهو واحد من أكبر 10 خبراء اقتصاديين في العالم. ولدينا سمير بلوب اللي حل أزمة التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مصري. ولدينا العديد من الشخصيات المصرية. مصر مليئة بالكفاءات، فلدينا بدائل كافية لنهضة حقيقية للدولة المصرية. بنشكركم.